السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الاخوان والاخوات في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو اللي غنتكلموا فيه على واحد الواقعة او كارثة الا تكررت في المغرب، فغادي يكونوا المغاربة او واحد الفئة من المغاربة معرضة للتشرد. هذا واحد اليهودي مغربي جا لمدينة طنجة، وبالضبط في حومة شوك او حي بن كيران، وقال للناس اللي ساكنين في هذا الحي هذا بان هذه الارض هذه اللي نتوما ساكنين فيها فهي الارض ديالي وديال جدودي، وعندي ما يثبت. تصور معايا هذا السيناريو هذا الى وقع في عده مناطق من المغرب فغادي يكون كارثه بمعنى الكلمه. ما قول الدوله في هذا الامر؟ يعني اشنو غادي تقول الدوله في هذا الامر هذا؟ واش غادي تعوض دوك الناس اللي معرضين للتشرد واللي كيبلغوا حوالي 3000 اسره، وكل اسره يعني فيها شحال من فرد؟ وكذلك ان هذه الارض هذه كتبلغ 14 هكتار، فهي ماشي سهله. القانون ماذا يقول؟ واش غيجي من جهه اليهودي اللي عنده ما يثبت، او غيجي من جهه الاسر المكلومه المعرضه للتشرد؟ وهذا الامر هذا امر خطير وخطير بزاف. الى عادوا اليهود المغاربه الى المغرب وعادوا الى ممتلكاتهم او رفعوا قضايا من اجل استرجاع ممتلكاتهم، فقد يكون واحد الفئه مغربيه مهدده بالتشرد.